السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد النهاردة من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن 5 ملمات الصقر و5 ملمات النسر، والفرق بينهم وإيه المطلوب وكم تصل أسعاره حاليا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، ومعانا أول حاجة 5 ملمات الصقر المطلوبة بتكون لسنة 1973 الصقر. طيب 5 ملمات اللي هي النسر لسنة 1967. واضحة كده؟ تمام. ايه اللي مطلوب بالنسبة للصقر والنسر اللي هي 1967؟ اللي مطلوبة بتكون اللي هي الصقر لسنة 1973. طيب هنعرف الحالة ازاي اللي هي سعرها بيتراوح حاليا، بتبدأ معاك من 5000 جنيه لحد 40,000 جنيه مصري حسب حالة العملة، لأن في ناس بتكون معاها العملة والعملة بتكون ممسوحة، أو الكتابة اللي عليها بتكون مش واضحة، أو الكتابة اللي على الإطار اللي هي الحروف اللي على الإطار اللي هي دي بتكون مش باينة عندهم، ومفكرين إن العملة مفيش حاجة اسمها حالة العملة. لأ، في حاجة اسمها حالة العملة، بتبدأ معاك من 5000 جنيه لحد 40,000 جنيه مصري، ودي بتكون للحالات الأنصر. يعني إيه أنصر؟ يعني العملة نضيفة، الصقر واضح، والكتابة اللي هنا دي بتكون واضحة كده، والصقر واضح، بترفع معاك في السعر. طيب 5 ملمات النسر لسنة 1967، التاريخ ده حاليا ملوش أي قيمة بالنسبة لعملة النسر لسنة 1967. اللي معاه عملات من اللي هي الألمونيوم يفرزها كويس ويطلع اللي هي الصقر مش النسر. النسر ملهاش أي قيمة حاليا، اللي ليها قيمة مطلوبة كتير جدا، وهي من النوادر 5 ملمات الصقر لسنة 1973. العملة بتكون ألمونيوم، المعدن ألمونيوم اهو، ده بيكون شكلها، ويكون على الإطار كده اهو. لكن محدش يجمع اللي هي النسر 1967 لأن ملهاش قيمة. اللي ليها قيمة اللي هي الصقر، عشان ناس كتير سألتني. احنا معانا اللي هي النسر، والنسر هو تاريخ قديم عن 1973. التاريخ اللي هو 73 ده تاريخ خطأ سك، وبيكون مطلوب كتير جدا. الناس اللي بتقول التاريخ اللي هو 1967 ده تاريخ، لا ده برضو تاريخ قديم بس مش مطلوب اكتر من 1973، لان التاريخ ده تاريخ خطأ سك. طيب الاسعار زي ما قلنا بتبدأ معاك من 5000 جنيه لحد 40,000 جنيه مصري بالنسبة للعملة اللي هي الصقر
1973 ال5 مليم نوع المعدن ألمونيوم. تمام. اللي معاه بقى عملات وعايز يبيعها، عندك طريقتين سهلين جدا تقدر تبيع من خلالهم أي عملة معاك. أول طريقة وهي تطبيق أوليكس. تطبيق أوليكس تقدر تبيع من خلاله أي عملة معاك. هتصور العملات اللي عندك وش وظهر، وتبدأ تعمل إعلان على تطبيق أوليكس وتكتب بياناتها كلها بالظبط، وتبدأ تحدد السعر اللي هو يعني مثلا إيه، أنت هترفع عملات، أنت عارف إن العملات اللي هترفعها ديت سعرها مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه مصري. حاول تحدد السعر، لكن ما ترفعش العملات اللي معاك وتكتب 2000 و3000 جنيه. كده المشتري هيدخل هيشوف الأرقام اللي أنت حاططها. العملات كمان مش هتجيب نفس الرقم ده، محدش هيكلمك. لكن لو حطيت السعر مظبوط، الناس هتدخل تشوف العملات، عجبتها العملات وتتصل بيك وهتشتري منك العملات بتاعتك. طيب الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. هتقدر برضو تصور العملات اللي معاك وتبدأ تعمل إعلان على الجروبات الفيسبوك وتحدد السعر. طيب لو أنت معاك عملة من النوادر اللي هي بتصل سعرها مثلا بتبدأ من 5000 لحد 40 و50 ألف جنيه، في الحالة ديت تقدر إنك تعمل عليها مزاد. طيب هعمل المزاد إزاي؟ تبدأ تصور العملة صورة واضحة وش وظهر، وتبدأ تفتح المزاد. حاول تفتح المزاد مثلا ايه ب10 تلاف أو ب15 ألف، وتخلي تحدد الرفع مثلا لو ب300 جنيه كويس جدا أو ب500 جنيه كويس جدا. طيب أنا هقفل المزاد بعد قد إيه؟ الأحسن إنك تخلي المزاد بتاعك متاح لحد 48 ساعة، لكن 24 ساعة مش هتكون حلوة إن الإعلان بتاعك يلف الجروب كله. لكن 48 ساعة كافية إن الإعلان بتاعك يلف الجروب كله، وده الوقت المناسب للإعلان والمزاد بتاعك. تمام. يا ريت اللي استفاد من الفيديو منساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.